هو احنا ليه بنفضل نفكر في اللعيبه المحليه فقط وانت عندك قاره مليانه بالجواهر؟ مش مجرد مواهب والسلام، لا. مثلا الاهلي محتاج مدافع قوي، كورته كويسه، يقدر يكون موجود في المرحله اللي جايه مع ريبيرو. فكره انك تجيب لاعب اجنبي فوق السن الموضوع صعب، فانت محتاج تضم لاعب تحت السن يقدر يقدم لك اضافه. مثلا نروح للدوري النيجيري، تحديدا لنادي ريمو ستارز النيجيري بطل الدوري، علشان نجيب لاعب جاهز، لاعب يقدر يقدم اضافه للاهلي. لما نشوف سكواد الفريق هنلاقي لاعب مميز عنده 19 سنه، مواليد 2005، اسمه احمد اكينيلي، بيلعب سنتر باك وباك رايت بعض الاحيان، لاعب كورته كويسه، على مستوى السن ممتاز، بس على مستوى الامكانيات اكيد هعرفك مين هو اللاعب وهل يقدر يضيف للاهلي ولا لا. فوحد الله صلى على النبي واعمل لايك ويلا بينا نعرف مين هو اللاعب. احمد لاعب نيجيري عنده 19 سنه زي ما قلت لك، طوله متر 80 سم. طبعا قيمته التسويقيه مش واضحه حتى الان، ولكن هو لاعب شارك في 58 مباراه مع ريمو ستارز من الموسم اللي فات حتى الموسم الحالي، وده عدد مش قليل بالنسبه للاعب عنده 19 سنه وبيقدم المستوى اللي بيقدمه ده، وهقول لك ازاي هو مؤثر مع الفريق. ولكن لو اتكلمنا على كواليتي مشابه او طريقه لعب مشابهه للاعب ده هيكون بدر بنون. في موسم 23 24 اللاعب قدم مستوى هايل، ورغم انه اول موسم ليه مع الفريق الاول، ولكن كان واضح جدا انه لاعب قادر يقدم اضافه كبيره للفريق. مدافع عصري، كورته كويسه، ممتاز في التدرج بالكوره، شخصيه في الملعب. المهم قدم مستوى هايل فعلا مع الفريق الموسم ده. على مستوى الارقام شارك في 28 مباراه وقدر يسجل 5 اهداف. رغم انه مدافع ممتاز، ولكن على المستوى التهديفي كان ظاهر في اوقات كتير، كان قادر يسجل اهداف حاسمه، يسجل من ضربات راسيه زي ما انت شايف، او حتى تكمله داخل منطقه الجزاء ويسجل. هو لاعب على المستوى الهجومي جيد وكورته كويسه جدا. بس عاوزين نعرف على المستوى الدفاعي قدم ايه. هو في ال 28 مباراه خرج ب 13 كلين شيت. هتقول لي يا كلين شيت ده بتاع الحراس فقط، هقول لك لا. تقييم المدافع نفسه لازم تعرف هو خرج بكم مره شباك نظيفه علشان تقيمه بشكل كامل وتعرف هل هو مؤثر مع الفريق ولا لا. وفي النهايه خسروا الدوري بفارق 5 نقاط، ولكن اللاعب قدم مستوى هايل الحقيقه. في الموسم الاول قدم مستوى جيد، ولكن في النهايه ما قدرش يفوز باللقب. ولكن الموسم الحالي احمد كان لاعب مؤثر جدا، لاعب قادر يظهر في جميع المباريات الكبيره. يعني مثلا الموسم الحالي شارك في 30 مباراه، صنع هدف وخرج ب 14 كلين شيت، 50% تقريبا. ده عدد كبير جدا، عدد يقول ان مبدئيا كده خط دفاع ريمو ستارز ممتاز. في نفس الوقت اللاعب قدم مستوى هايل لانه شارك في جميع مباريات الموسم تقريبا، او تقدر تقول 90% من الموسم، وقدم مستوى هايل. وفي النهايه قدر يعوض الموسم اللي قبله، وريمو ستارز فاز بالدوري في الموسم الحالي. واحمد اكينيلي كان واحد من اهم اللاعبين في الفريق، ولاعب دايما تأثيره موجود في الملعب. ده على مستوى الأرقام، عرفنا أرقامه، ولكن محتاجين نعرف هو اللاعب ده يمتاز بإيه؟ هل هو مدافع جيد فعلا زي ما أنا بقول ولا لأ؟ بص، على المستوى الدفاعي هو مدافع ستايله مش ضخم، مش المدافع اللي بيطلع ويخبط وبنية جسدية قوية جدا، لا. هو مدافع يمكن تشوفه سفيف شوية، بس لا، هو قوي، لاعب التحاماته قويه سواء الارضيه او حتى الهوائيه، عنده ارتقاء عالي، متر 80 سم. ده مدافع مش قصير تماما. تمركزاته جيده، التايمنج في عمل التاكلينج ممتاز جدا، عنده شخصيه وشجاع ويقدر يشد الفريق لقدام بالكوره بشكل هايل. الجزئيه ده هنتكلم عليها بشكل تفصيلي، لان دي اهم جزئيه في اللاعب ده، والجزئيه اللي هتفيد ريبيرو كتير جدا. فانا بقول لك لو انت شايف ان موبوكازي المدافع الضخم جدا ده لايق على الاهلي، فهو مش نفس الشكل، مش نفس البنيان الجسدي، ولكن هو مدافع عاقل، مدافع كورته كويسه، مدافع يمتلك دقه باص تفوق ال 90%، وده رقم مش موجود في النادي الاهلي حاليا، وصعب تلاقيه في الدوري المصري بشكل كبير. يعني السوق المحلي نفسه ما يقدرش يفرز لاعب بالامكانيات دي. لو الاهلي لعب بثلاث مدافعين، اكينيلي هيكون اهم لاعب في خط الظهر، لانه لاعب يمتلك تدرج هايل بالكوره، الباص بتاعه ليه قيمه، الباص بتاعه بيطلع يضرب خط واتنين عادي جدا، بيقدر يسيطر على الكوره بشكل ممتاز، كورته كويسه، مش بيخاف ولا يهيب من الموقف، وبيطلع من الضغط بشكل هايل، وبيقدر يستلم الكوره ويكمل بيها، يقطع مساحات زي ما انت شايف كده. وبالمناسبه بالنسبه له ده مش ريسك، ده الطبيعي بتاعه، انه لاعب كورته كويسه ولاعب بيقدر يطلع بالكره من خلف الامام بشكل هايل. فهو لاعب نادر جدا لما تلاقيه بيعمل ميس باص، نادر لما بتلاقيه مثلا يشتت الكوره، لا، هو بيبني اللعب بشكل مثالي، لاعب يمتلك دقه باص عاليه، لاعب يمتلك
جرأة ممتازة وشخصية. فانا بشوف انه مدافع عصري، مدافع يقدر يلعب باك رايت، سيرد باك، يقدر يلعب في نص الملعب كمان. فانا بقول لك ان احمد لاعب يقدر يضيف للنادي الاهلي. صفقه تحت السن، سعره مش هيكون كبير، مدافع كورته كويسه، هيفيد طريقه لعب ريبيرو جدا، وكورته افضل كتير من بوبوكازي اللي النادي الاهلي كان عايز يضمه. فليه ما نفكرش فيه؟ لو انت شايف انه لاعب مناسب اعمل لايك وشير علشان نوصل لاداره التعاقدات في الاهلي، واللاعب يتم طرحه زي ما بنعمل في كل ميركاتو. ولحد هنا يا صديقي انا خلصت كلامي. هستنى الكومنت بتاعك وتقول لي هل اللاعب ده لو انضم للاهلي هيقدر يقدم اضافه ولا انت شايف ايه؟ واخيرا اتمنى توحد الله وصلي على النبي، واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، واوعى تنسى تعمل لايك وفولو للصفحه الرسميه على فيسبوك اللي اسمها طوفان اهلاوي او اللي اسمها سكاوت اي كيو. بنتكلم كتير جدا في الكوره هناك، فخش اعمل لايك وفولو وتابع كل جديد. سلام.